بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا الكرام من كل مكان في مصر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طريقة التعامل وكيفية التعامل مع العجول والأغنام في فصل الشتاء أو فصل الخريف. طبعا يا جماعة كل واحد خبير في مجاله وأستاذ في المجال بتاعه، ولكن كل تربية ولها وقتها. يعني تربية الغنم والعجول في فصل الصيف بشكل، وأثناء فترة الشتاء أو فصل الشتاء بشكل. الناس تتجمع معانا على البث، ويا ريت الناس اللي تحضر معانا أو اللي حاضرة معانا تعمل مشاركة للفيديو وتضغط لايك وتدعمنا بقلب عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس المحترمة. طبعا يا جماعة عشان بس ما اطولش عليك، هنتكلم كلمتين كده مع بعض، ويا ريت اللي يخش معانا على البث وعنده أي حاجة يفكرنا بيها. انا دلوقتي عندي غنم او عندي مواشي داخل المزرعة، عايز اعرف ازاي اتعامل معاها اثناء الوقت اللي احنا فيه مع تقلبات الجو نهارا وليلا، واثناء دخول فصل الشتاء. طبعا بيظهر عندك حالات، دي اعراض وليس مرض، دي اعراض وليس مرض، ولكن لو انت سبتها او ما خدتش بالك منها بتقلب معاك بمرض، وطريقة العلاج بتبقى صعبة، ونتيجة الشفاء بتبقى 5% 10%، وبتصرف أدوية كتير وعلاج كتير ومفيش نتيجة، نتيجة الإهمال أو نتيجة إن أنت ما خدتش بالك من القطيع بتاعك. تمام. الناس تتجمع معانا على البث، ويا ريت اللي معانا على البث يدعمنا بلايك أو بقلب عشان الفيديو يوصل لجميع الناس اللي معانا المحترمين. طبعا عشان ما اطولش عليك، ممكن تقوم الصبح تخش مزرعتك او تخش على القطيع بتاعك، تلاقي دموع، تلاقي عماص، تلاقي التهابات في العين. ده طبعا نتيجة غاز الامونيا اللي موجود داخل العنبر. بتبقى انت مفتح طول النهار الجو حر، وبالليل الجو بيبرد، فبتقفل التهوية بتاعتك لو انت داخل المزرعة. تمام. او لو انت بتفرش قش رز تحت الغنم او تحت المواشي، طبعا كل ده بيطلع ريحة كريهة بنسميها غاز الامونيا. غاز الامونيا ديت لما بيطلع على عين الحيوان او الدماغ او الجهاز التنفسي، بيعمل رشح وبرد وخنفرة، زائد بيخلي العين تدمع معاك وتعمل افرازات وتقلب بحمار. ولو انت ما خدتش بالك العين بتبيض، وبتبقى طريقة العلاج صعبة ونتيجة الشفاء بسيطة. نعمل ايه عشان ناخد بالنا وفي نفس الوقت ما اصرفش ادوية وانهلك فلوس على الفاضي؟ حاجة بسيطة. انت بتجيب ليمون فريش وبتاخد المية بتاعته. بتجيب ليمون طبيعي اخضر وبتعصره، مش بتضرب في الخلاط، بتعصره على ايدك في مصفى ضيقة، وبتاخد المية. انا عايزك تاخد المية فقط لا غير. الطريقة ديت لعلاج العين، لعلاج اي مرض في العين. شفت اخطر مرض في العين بيجي، الليمون ده هو العلاج المناسب، وهيجيب معاك نتيجة ووقاية 100%. انت قمت الصبح لقيت الغنم او الخروف او النعجة او العجول عين معمصة، عين مدمعة، عين حمراء، التهابات، قافلة عينيها، غيامة بيضة. تمام. انت هتجيب الليمون الفريش وتعصر الليمون وتاخد المية بتاعته وتعبيها في عبوات قطرة، وتخزنها عندك في مكان نظيف متهوي، جو بارد، دنيا تمام عندك. طبعا اي حالة من اللي انا قلتها لك هتبدأ تنقط او هتبدأ تستخدم القطرة ديت في العين مرة او مرتين خلال اليوم. ان شاء الله يوم او يومين بالكتير بتلاقي الحالة رجعت لطبيعتها والعين تمام والدنيا تمام. يبقى انت كده وفرت ادوية ولحقت الحيوان بتاعك. تمام. عشان برضك لو المرض اتمكن فيه، الشهية هتقل، هيخس معاك، هترجع لورا مش هتطلع لقدام. طب انت لقيت بعض الجرب في الغنم او العجول، وطبعا مش عايز تصرف ادوية
ومش عايز تصرف فلوس وتكلف نفسك في الجو اللي احنا فيه. هتحك مكان الإصابة بطوبة أو بقولحة ناشفة لحد ما تضيع أو ما تقضي تمام القشرة الخارجية البيضة اللي هي الجرب، ومكان الإصابة يجيب دم أو تبين اللحم النظيف. وبعد كده تدهن شحم عربيات أو زيت وسخ بتاع غيار العربيات، يعني تجيب أقدم زيت تمام بتاع غيار العربيات، ويستحسن غيار البنزين، غيار موتور البنزين بيبقى الزيت بتاعه كويس والفعل بتاعه في المرض ده بيبقى كويس. وتدهن مكان الإصابة زيت مرة أو 2 و3 تمام لحد ما يروح مكان الإصابة. ده بالنسبة للجرب. طب انت قمت لقيت رشح وبرد وكحة وعطس تمام. طبعا في أدوية كتير، ولكن احنا هنستخدم أقلهم، يعني هنستخدم أقل حاجة فيهم. هتجيب أوكسي طويل مفعول 20% والدفلام أو الفنادين. وطبعا يا ريت تستخدم الفنادين المصري مع الأوكسي الطويل مفعول، بتبقى النتيجة كويسة تمام. وطبعا الأوكسي الطويل مفعول 20% ما ينفعش تستخدمه أثناء العشر. طب استخدم ايه بداله؟ البنسلين. تستخدم بداله البنسلين. عندك بقرة عشر، جاموسة عشر، نعجة عشر، معزة عشر. ما تستخدمش الأكس الطويل مفعول 20% نهائي أثناء فترة العشر، ولكن بدله بالبنسلين مع الفنادين عادي. ديت لو ظهر عندك كحة تمام، برد، عطس. طب انت عايز تصرف وتكلف، يبقى هتستخدم الدراكسل مع الفنادين تمام كده. وطبعا ممكن تلاقي القطيع او حالات داخل القطيع في الشتاء بتعرق تمام، مش قادرة تدوس على رجليها، التهابات مكان الحوافر، التهابات ما بين الحوافر. طبعا هتدهن زيت وسخ برضو بتاع عربيات، وتحقن فنادين واوكسي. طب ليه الاوكسي؟ عشان الاوكسي برضو بيشتغل، والفنادين بيشتغل على الحاجة ديت بنسبة 70 أو 60% تمام. طب انت عندك مواليد حديث الولادة، ممكن يرضعوا، يشبعوا مرة، يجوعوا مرة، ياكلوا مرة، تلاقي حالات إسهال عندك. طبعا الحالات ديت ما بتبقاش مرض، بتبقى عرض. هتجيب انتينال بشري وتستخدمه 10 سنتي لكل مولود بالنسبة للغنم والمعيز. طب بالنسبة للمواشي الكبيرة هيبقى ايه 50 سنتي او 40 سنتي تجريع عن طريق الفم. طب انت مش عايز تستخدم الانتينال البشري، يبقى هتجيب الاوكسي الطويل مفعول وتبدأ تدي لكل راس 10 سنتي في البق من غير السرنجة، تجريع برضك عشان يمسك المعدة معاهم تمام. الكلام ده طبعا بنقوله عشان احنا في فصل الخريف وعلى دخول الشتاء، وفي تقلبات جو، تيارات هوائية بتخش العنبر مباشرة او غير مباشرة. فكل الحالات ديت هتقابلك اثناء التربية، عشان تبقى انت عارف يعني راسك من رجلك تمام. طبعا في برضه حاجات تانية كتير. يا ريت الناس اللي معانا على البث يشترك الفيديو، واللي عنده اي حاجة يفكرنا، وان شاء الله نقدر نساعد الجميع ونبقى مع بعض. احنا اتكلمنا على التهاب العين لان ده اكتر عرض بيظهر في فصل الشتاء. الليمون ما تجيبش اي قطرة من بره، ولا بشري ولا بيطري. الليمون، مية الليمون الفريش، وتعبيها في قطرة وتستخدمها لأي مرض أو أي عرض في العين تمام. والجرب قلناها، والبرد والرشح قلناه. طبعا انت قمت الصبح لقيت عجل او خروف او جدي راكن في جنب، ما بياكلش في وسط اصحابه، الاكله بتاعته ضعيفه، حاسس ان هو جسمه منمل مش عاجبك، الف ب يبقى في ترمومتر داخل المزرعه عندك، هتقيس الحراره تمام من 38 ل 39 تمام. طب اقل او اعلى يبقى كده في عرض ومرض تمام.
طب لو هي اعلى ان شاء الله يبقى انت هتستخدم لو ادويه بشريه هتجيب علبه سيفوتاكس وتحط عليها 3 امبولات ديكسا بسازون بشري، زائد 3 امبولات ديكلوفين بشري، زائد الميه بتاعت عبوه السيفوتاكس، وكل ده هتدربه على بعضه وترجها كويس وتستخدمها للحاله اللي عندك على حسب عمرها وحجمها. تمام. طبعا التركيبه ديت بتستخدم للفاضي والمليان، يعني اللحم او العشر الصغير او الكبير، وطبعا الجرعه على حسب الحجم والعمر اللي موجود عندك. هتدي منها سنتي لكل 10 كيلو، هتدي منها سنتي لكل 10 كيلو، 3 جرعات او 3 ايام ورا بعض كل 12 ساعه حقن. تمام. ان شاء الله لو دور حمى او سخونيه ان شاء الله الدواء ده نتيجته كويسه. طب انت مش عايز تستخدم الأدوية البشرية، يبقى هتجيب عندك البنسلين، عندك الأوكسي طويل مفعول، عندك الأوكسي 5%، وتستخدمه مع الدفلام أو الفنادين. أنا عن نفسي بستخدم البنسلين مع الفنادين المصري، أو بستخدم الأوكسي الطويل المفعول 20% مع الفنادين، وفي ناس بتستخدم 5% مع الدفلام، على حسب الحالة اللي عندك وعلى حسب شدية المرض والخطورة اللي موجودة قدام منك. تمام. طبعا طب انت العجول او المواشي او الغنم او المعيز الحالة كويسة، ولكن مفيش اقبال على الاكل، مفيش اقبال على الاكل يعني بنسبة 100%. تمام. تحس كده ان هم بياكلوا بيتدلعوا. اي نعم، الصحة والنشاط والحالة قدام منك تمام، مفيش اي اعراض مفيش اي امراض، ولكن هم بيتدلعوا على الطوالة، والشهية بتاعت الاكل بتاعتهم بسيطة. طبعا هتراجع نفسك تشوف انت بتاكل ايه، علفة نظامها ايه. تمام. ويا ترى العلفة اللي انت عاملها ديت عليها اضافات بيطرية ولا لا. الاضافات البيطريه يا جماعه بتبقى عامل اساسي، وبتشتغل على فتح الشهيه بتاعه الحيوان. واهم عنصر في الاضافات البيطريه التوم البودره او التوم البودر البشري من عند العطار. تمام. لازم تحط فيتامينات واملاح معدنيه وثنائي فوسفات الصوديوم ومضاد سموم وتحط كربوناته بشري او بيطري، وتجيب بودرة ثوم وبودرة بصل وشطة. كل الكلام ده كله بنضيفه بالذات في فصل الشتاء عشان برضك البرد، والجو بيسقع بالليل بيحرر في النهار، فالدنيا مش مظبوطة. فلازم نظبط الأكل ونظبط العلف المركز قدام المواشي عشان ياخدوا مناعة وياخدوا شهية ويدونا تحويل. طب في فصل الشتاء هل التحويل بتاع اللحم زي فصل الصيف؟ لا طبعا. تمام. العلف المركز والاكل والتحصين مش كفايه لوحده اثناء فتره التسمين في فصل الشتاء. يعني لو انت بتعلف عجل او بتعلف خروف، يبقى لازم تضيف عسل اسود خام، عسل اسود خام على العلفه مباشر كل يوم، علفه بعلف، او تريح دماغك وتضيفه على مياه الشرب يوميا ليليا كل يوم بالليل بنسبة 10 سنتي على كل لتر مية، عشان ترفع الطاقة معاهم. وبدل ما الحيوان يستخدم العلف المركز بتاعه في التدفئة، فيستخدم العسل الأسود، ويقدر عن طريق العسل الأسود ترفع عنده الطاقة فتدفي جسمه، فالعلفة اللي انت تحطها أثناء فترة الشتاء تبان على جسمه ويبدأ يحولها للحم. تمام. عشان في ناس كتير بتسأل وبتقول نسبة التحويل بتقل في الشتاء. ما هو شوف انت ماشي ازاي ونظامك ايه وبتأكل ايه وبتشرب ايه. تمام. وهل انت ماشي صح ولا ماشي غلط. طبعا كل الكلام ده زائد التحصينات. لازم تحصن كوفاكسين 8 الثمان امراض، ولازم جرعة الأوفوماك والشربة البندازول أو الليفا فلوك، وتكررها بعدها ب21 يوم سواء الأوفوماك أو الليفا فلوك. تمام. طبعا كل الاعراض دي بتظهر عندك في فصل الشتاء. والتيار الهوائي يا جماعه بالنسبه لو الغنم بتاعتك او العجول بتاعتك بتسرح في مراعي طبيعيه يبقى ما تخافش. ليه؟ لان هي واخده على الجو بره وجوه، واخده على الجو.
طب لو انت حابس العجول بتاعتك او المواشي بتاعتك او الغنم بتاعتك داخل حظيرة، يعني بالفلاح زريبة او مكان مقفول، والمكان ده فيه شبابيك، تمام، وانت بتتحكم في الشبابيك ديت بتفتح وبتقفل، يبقى لازم تخلي بالك من تيار الهواء اللي بيخش على القطيع بتاعك داخل المزرعة. ازاي؟ اللي ما تبقاش مدفي العنبر بتاعك او المواشي بتاعتك بالليل، وتقوم الصبح بدري تفتح الشبابيك على الاخر مع نسمة هواء داخلة او طل داخل او تيار هواء داخل. طبعا ده بيخش على الجهاز التنفسي، تمام، بيعمل قلبان جوه، بيقلب معاك بقى برشح وبرد وكحة وعطس كده. انت البهيم بتاعك بيجيب لورا ما بيجيبش لقدام، نتيجة سوء استخدامك، نتيجة سوء الاستخدام داخل العنبر. فانت خلي بالك من تيار الهواء. لقيت الدنيا قامت وفيه هواء ورزع وترابة، يبقى قوم اقفل الشبابيك. طب بالليل اقفل برضك واسيب جزء مفتوح، اقوم الصبح افتح تدريجي واحدة واحدة على ما الجو يتعدل والشمس تطلع والهواء يثبت والنهار يبقى مظبوط. تمام. كل الكلام ده كله هيقابلك اثناء التربية ده في فصل الشتاء. عشان يا جماعة الناس مفكرة تربية المواشي زيها زي تربية الصيف. لا، الصيف بوضع والشتاء بوضع، واحنا حاليا داخلين على فصل الخريف، بعد منه فصل الشتاء، وطبعا هيقابلك مشاكل كتير في الجهاز التنفسي. فخلي بالك من غاز الامونيا داخل المزرعة. لو انت حابس القطيع بتاعك داخل عنبر ما بيطلعش، خلي بالك من نسبة غاز الامونيا. يعني خلي بالك وخلي عينك في وسط راسك بالنسبة لغاز الامونيا. غاز الامونيا يا جماعة ده عامل اساسي وعامل فظيع داخل المزرعة. غاز الأمونيا ديت اللي هو لما تخش المزرعة أو لما تخش الزريبة بتاعت المواشي ويقابلك ريحة كريهة أو ريحة وحشة، قال انت بقى لسه داخل المزرعة وما تطفش الريحة، امال بقى البهيم اللي واقف في قلب المكان ده طول الليل فكتر خيره. غاز الأمونيا ديت مع التكرار بيقفل الصدر، بيقضي على الجهاز التنفسي تماما، تيجي تعالج فيه باقوى مضاد حيوي ما بيتعالجش. فغاز الامونيا اقضي عليه ازاي؟ الارضيه خليها جافه طوالي، تكون نظيفه ما يكونش في ريحه، ابدر جير حي في الارضيه كل يوم ويوم. المهم تخلي الارضيه جافه وليس مبلله، وتشيل الروس او القش المبلول اول باول، وتفتح التهويه وتخلي الارضيه ناشفه وريحه العنبر تمام معاك. يبقى انت كده مش هيجيلك غاز امونيا نهائي او اي اعراض او سلبيات نتيجه الغاز الاموني. تمام. يا ريت الناس بس اللي معانا على البث تعرفنا ان الصوت واضح، وتدعمنا بلايك، تضغط قلب، عشان بس الفيديو يوصل ليك ولغيرك والناس كلها تستفاد. طبعا الجو بيخش والجو بيليل، ان شاء الله نكمل باقي حوارنا بكره بدري شويه. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.